بشقهم طلع يهوي مثل الضراط يعدي. احنا اسسنا الهيبة، هيبتهم تحت اجريه. طيب نحن شوف، نحن بتعرفوا شو مشكلتنا بنروح بنتابع الاجانب وتاركين المواهب اللي عندنا. شوفوا مثلا الفنان ابو غضب، انتم ملاحظين اسم ابو غضب شو انه اسم فني بحت، اختيار الاسم موفق جدا. انت اصلا بس تسمع ابو غضب تلقائيا بتعرف انه صاحب هذا الاسم من الوسط الفني يعني. طز فيك والف ضاق مضغوط وتضربها الراس. انت ما يلبق لك هيبة، انت يلبق لك تنداس. ضغط. انت مين اللي ضغطهم؟ بس فهمني. كل صفحته من الاول للاخر ضغطهم. اسمع مني، ما حدا مضغوط منك، انت الشيء الوحيد اللي ضغطه هو امعائك. كل الفيديوهات ريح امعائك شوي وفسفس وترتاح، ما في حدا مضغوط منك يا اخي. طز بزلمهم ما اسأل عنهم، ذن رجلي دعس شاربهم. ضغط. طول بالك، لا تضغط بهذا الشكل. انت ليش عايش قصة مغامرة وانتقام بينك وبين نفسك؟ صدقني كل هذا الشيء اللي انت حاس فيه هو اوهام، فترة وبتمر. انت بس حاول انه تتنزه بالطبيعة شوي وبتتحسن حالتك ان شاء الله. معافى حبيبي، الله يشفيك. كثر ما احبك وده بلش اسبك، قلبي ما عاد يتحمل، ماني قادر عبودك. تعرف شو الغريب؟ شوف، ولا شيء، خلينا نعتبر انه هذا المقطع طبيعي. الغريب بهذا المقطع انه كاتب هاشتاج حالات واتساب. مين المفكوح المختل اللي راح يحط لك هذا الفيديو حالة واتساب؟ بس فهمني، اذا في شخص بهذا الكوكب ممكن يحط لك هذا الفيديو حالة واتساب، الا اذا كان حذف كل الارقام يعني. بس احلى شيء بيسويه انه بيغني عربي وبس بيرقص اجنبي عن نفس الاغنيه اللي هو غنى. كرييتيف، مبدع، مبتكر، اسلوب خاص عنده. انتوا شو عرفكم بهذه الامور؟ أسف قضيت عمري وياك ولك أعذار، أفكرك جنة وانت طلعت نار. يا في يما شتريدين كان لنا روحي. انتم ملاحظين انه كاتب حزن نار؟ يعني هو واثق كل الثقة انه هذا المقطع حزن، هو مقتنع بهذا الشيء. يعني صراحة حزن على الاخر، اصبع اجري مدمع من كثر الحزن. لولا ما هو بس مهدي حاله هيك ومتماسك كان مات من البكا، لانه هذا المقطع بموت من الحزن. يعني اذا بكون سهران سهرة حزن وبسمع هذا المقطع بصير بضحك، بتنزعلي سهرتي. واحد حابب يحزن بيسمع ليش هذا صوت بس ماكل ضربة حجر بين عيونه، مش صوت بني ادم طبيعي هذا. لا هو الدفتر، هو كان ما كنت بدي احكي والله الا تحكي والله. بس والله شيء يخلي الواحد ينحمس. ده هو الدفتر، ايش قد عمره؟ 2.5 سنين. ده اقولها هاي ايش بيك عين ايش بيك كاتبه تعرفون مني مت 4 سنين وكان اطلع اغنيها ما كنت مشهور. ها يعني انت على اساس حاليا مشهور؟ طلعت غنيتها وباقوها والحز متكفشين عليها. اعتبروا انه فهمتوا شو حكى هون. انا الفتها بالاساس. اغنيه هاي ايش بيك انا الفتها، مو ما بالاساس هاي. وكمان بدي احكي لانه ما حد يصدق. طبعا ما حدا راح يصدق، ما انت كذاب مع كامل احترامي يعني. الاغنيه هاي هي اساسا مني يعني. صحيح، واضح انك مزبوط، بشهد معك انه هذه اغنيتك صح. قمت اغني هاي شبيك وعين ايش بيك وطلع غنيتها على وقتها على الفيسبوك. وايه الا طلع مقطع الفيديو زاد وعمر وش قد عمر ولا نشره عاد. مزبوط صح. انت شوف، اخذوها منك لانك محارب من كل الاطراف بسبب نجاحك. والحاج كذب صح، حاج كذب، خلاص بكفي كذب. وحق محمد اضغطكم ضغط ولا فنانين، والله ضغطكم ولا مو قاعد معجلين. يا فنانين اسمعوا مني، اقعدوا معاجلين، لانه ابو غضب بيضغطكم، وابو غضب بس يضغط بصير يفسفس. انتبهوا. المهم اللي عنده اي مقاطع حب انه نحكي عنها، الحساب راح يكون بالتعليقات. اوكي، بننزل كل فتره وفتره هيك مقطع قصير خلال فتره شهر رمضان يعني، ورمضان كريم. بنشوفكم بالفيديوهات الجاي، يلا بيس.